شايفين الجمال عامل ازاي؟ شايفين شكل العجينة والهشاشة اللي فيها وريحتها مالية البيت، ما شاء الله، طعمها رائع رائع وتحفة. عايزاكم تجربوها وتقولي ايه رأيكم فيها. حاجة مغذية جدا للأطفال وطعمها مسكر وجميلة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب وازيكم يا بنات؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كعب الغزال بطريقة سهلة خالص في البيت وبطعم رائع. بس ما تنسيش لو اول مرة بتزور القناة بتاعتي يا ريت تدعميني بلايك وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا على طول نروح على الطريقة بتاعتنا. العجوة اللي هتجيبيها لازم اللي هي تكون نوع كويس، ما يكونش فيه يعني تراب او اي حاجة زي كده عشان ما يبقاش وحش معاكي في الاكل. تمام. فانا هستخدم النوع ده موجود في فتح الله او في كارفور، هتلاقيه ب 31 جنيه، ده كيلو كامل. تمام. الاول هقول لكم على المكونات وبعد كده هعمل معاكم الايه العجوه. كيلو من الدقيق، كوبايه من الزيت وكوبايه من السمنه، طبعا بنفس الكوبايه اللي انت هتعايري بيها دي هناخد بيها الزيت والسمنه. ممكن تعملي بكوبايتين زيت وممكن تعملي بكوبايه زبده مع كوبايه الزيت، فده حاجه ترجع لك انت. معايا كمان كوبايه من السمسم. انا جايباه ابيض اهو عشان يعني اشوفه ان هو نضيف ولا ايه. ودلوقتي هحمصه معاكم على النار. ومعايا كمان حوالي نص كوبايه كبيره من الميه الدافيه، دي هنعمل فيها الخميره. معايا من الخميره لكل كيلو دقيق 3 معالق ممسوحه صغيره من الخميره، ومعلقتين ممسوحين برضو من السكر. ومعايا معلقه من الملح برضو مش مليانه، هي ممسوحه، هنحطها على الدقيق. هناخد كمان من البيكنج باودر، هناخد منه برضو معلقه اهو، معلقه مليانه كده بس صغيره. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل الخميره على ما نعمل العجوه تكون خمرت. هنحط السكر والخميره وهنحط عليها الميه الدافيه. هستخدم فيه اللبن الرايب، ممكن تستخدمي اللبن الحليب عادي مفيش مشكله خالص، بس ده لبن رايب برضو، انا بحب استعمل في المعجنات عامه كلها اللبن الرايب. وهسيبها دلوقتي بقى لغايه ما تخمر. وعلى ما تخمر هعمل معاكم بقى دلوقتي العجوه، وهنحمص كمان السمسم اهي. العجوه ما بتتحطش على النار لان بتنشف، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هتجيبي بقى طاسه كده وتحطي فيها يا اما 4 معالق من السمنه لكل كيلو من العجوه، يا اما 4 معالق من السمنه، يا اما تحطي 4 معالق من الزبده. ما يحبسش انك تحطي الزيت لانه بينشفها. كده انا خدت ما يعادل حوالي 4 معالق من الزبده اهي، القطعتين دول هسخنهم على النار لغايه ما يسيحوا، وبعدين هنكمل معاكم بقيه الطريقه بتاعه تسييح العجوه. شكلها عامل ازاي؟ سخنتها قوي على النار. تمام. هبتدي بقى احط فيها العجوه، هاخد منها قطعه كده، بعدين هبتدي اكسرها بايدي. هي حتى طريه اهي، شايفين عامله ازاي؟ بصوا انا حطيت بقيه الكميه وهعجنها بقى بايدي كده لغايه ما اطريها خالص اهي. يا اما تعمليها بمحضره يا اما تعمليها في كبه، ممكن تعجنيها بايديكي كده وممكن تحطيها على النار بس تحطي لها يعني معلقتين كده لبن مع السمنه طبعا او مع الزبده، بس ما تاخريش عليها على النار عشان ما تنشفش. انا خلاص صريت العجوه خالص اهي، شوفوا بقى عامله ازاي، شايفه طريه خالص اهي. ناقص ايه بقى دلوقتي؟ هنحط عليها بس 3 معالق من السمسم. بس طبعا في الاول انا هحمص السمسم ده، هحطه هنا في الطاسه واشغل النار. طبعا بتشغلي نار وسط في البدايه وبعد كده بتهدي النار خالص وتقلبيها يتحمص معاكي يبقى لونه اصفر، يا اما تجيبيها جاهزه بس انا بفضلها كده عشان اتاكد ان هي نظيفه ما فيهاش اي عفار ولا اي حاجه. هنحط 4 معالق كده وهنرجع نعملهم نقلبهم تاني كده. خلاص انا طريته خالص اهو، شايفين بقى عامل ازاي؟ شايفين كده بقى من غير نار، تضمن ان هو بعد ما يستوي هيبقى طري جدا معاكي. هنرجع تاني بقى ناخد العجوه بتاعتنا كده نحطها في نفس العلبه عشان اللي يفيض منك بعد ما تخلصي تقفليه بنفس الغطا بتاع العلبه وتحطيه في التلاجة. قبل ما تستخدميها تطلعيها من التلاجة هتلاقيها بقت طريه خالص معاكي، مترجعيش تحط عليها بقى لا سمنه ولا اي حاجه تاني اهي. تمام كده خلاص العجوه بتاعتك جاهزه. وكده احنا حطينا على الدقيق بتاعنا البيكنج باودر والملح، وكمان الخميره بتاعتنا خمرت خالص اهي، شايفه اهي. هناخد بقى الدقيق الاول نقلبه كده تقليبه كويسه. بعد ما قلبنا كل المكونات مع بعض اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح، هنحط عليهم 3 معالق كبار كده وممكن 4 من السمسم، وترجعي تقلبي تاني بقى في الدقيق. وانت ممكن تستغني عنها، في ناس كمان بيحطوا عليها ريحه الكحك
لكن احنا مش هنعمل كحك. انا يعني عايزه افصل الطعم عشان بس ايه ان شاء الله لما يكون في مناسبه ولا حاجه نبقى نحس بطعم الكحك. هنحط بقى دلوقتي الخميره اهي، شايفه شكلها عامل ازاي؟ بصي ده بقى دليل نجاح الخميره بتاعتك عامله ازاي. شوفي هوائيه خالص اهي. ضروري جدا تجيب الخميره من مكان موثوق فيه. دلوقتي بقى هنحط اللي هي السمنه، ادي كوبايه من السمنه اهي، وبعدين هتحطي كمان كوبايه من السمنه او كوبايه من الزيت او كوبايه من الزبده، بس عشان تطلع خفيفه معانا هنحط كوبايه من السمنه وكوبايه من الزيت. الكوبايه التانية اهي تمام. وكمان هناخد كوبايه من اللبن الرايب. اللبن الرايب بتاعي اهو اهو، برضو هنحطه عليه كده بالشكل ده. بعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. العجينه بتاعتنا بعد العجن هتبقى جاهزه. زي ما انتوا عارفين ان كل نوع دي بيختلف عن التاني، فاحنا دلوقتي هنعجن. احتاجت مننا ربع كوبايه من اللبن الرايب او من اللبن الحليب هتحطي فيها عادي مفيش مشكله. هنبتدي بقى دلوقتي نعجن بايدينا ونلم كل المكونات دي مع بعضها اهو بالشكل ده كده. كده خلاص انا خلصت العجينه وعجنتها وحطيت عليها كده يعني نقطتين من الزيت عشان تفضل طريه لغايه ما تخمر، واخدت معايا حوالي كوبايتين الا ربع من اللبن الرايب. بعد كده هنبتدي بقى نجيب العجوه بتاعتنا. هنعمل بقى كوره كده على قد يعني قطر العجين اللي احنا هنعمله بالظبط، وهنبتدي نجيب كيس من اكياس التلاجة نفتحه ونحطه تحت في الارضيه، وبعدين نحط عليه العجوه ونحط كيس تاني عليه ونبتدي نفرد بالنشابه بالشكل ده. ولو ما عندكيش نشابه مفيش اي مشكله خالص، ممكن تعمليها بايديكي. افردي بالراحه كده، احنا كده كده عاجنينه يعني بزبده، فطبعا هيتفرد معانا بسهوله خالص على الكيس بتاع التلاجة. والكيس بتاع التلاجة ده بيسهل جدا موضوع ان انت تنقلي العجوه، لان لو عملتيها على رخامه مباشر هتلزق منك في الرخامه ومش هتعرفي تشيليها اصلا من مكانها. ضروري جدا تفرديها بين كيسين تلاجة بالشكل ده كده. دلوقتي بعد ما خلصت فرد العجوه زي ما انتوا شايفين اتفردت خالص خالص ازاي، بقت رقيقه قوي. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب العجين بتاعنا. العجين خمر خالص اهو، انا سبته حوالي ساعه بس. هناخد قطعه منه وبعد كده نبتدي نفرده. طبعا مش هتحتاجي تفردي بالدقيق، مش هتحتاجي تحطي دقيق تاني، لان طبعا احنا اصلا عاجنين العجينه بتاعتنا دي كلها بزبده وسمنه، يعني فيها كميه زيوت مش هتخليها اصلا تلزق في الرخامه. هنعملها بس كويس كده كوره بايدينا اهي بالشكل ده، وبعد كده هنبتدي نفردها بقى على الرخامه بالشكل ده. طبعا لازم تفضلي تفردي فيها لغايه ما يكون سمك العجينه حوالي نص سنتي مش اكتر من كده. يعني ما تخليش العجينه بتاعتك تكون السمك بتاعها عالي، عشان بعد الخبيز هتلاقي برضو شكل العجينه كبرت قوي، فاحنا مش عايزينها تكبر قوي. اهو زي ما انتوا شايفين بفردها بالشكل ده، رقيقها خالص. هخلي السمك بتاعها نص سنتي بس. تفردي من جميع الاتجاهات لغايه ما تلاقي العجينه بتاعتك كبرت على الرخامه بقت بالشكل ده. ممكن تعمليها طبعا على شكل مربع، يعني تقصيها بعد كده عشان تظبطيها، لكن احنا عاملين العجوه بتاعتنا تقريبا بنفس الشكل، يعني برضو واخده شكل دائري. دي العجوه بتاعتنا اهي. هتجيبيها وتبتدي بقى تشيلي كيس التلاجة الاولاني وبعدين تقلبيها على العجين، وبعد كده تبقي تشيلي الكيس اللي هو التاني اهو بالطريقه دي كده. هتشيلي بقى بالراحه الكيس من على العجين كده بالشكل ده كده مظبوطه. تبتدي تضغطي عليها بالراحه عشان بس ايه تلزق في العجين، يعني ما تبقاش سايبه نفسها كده لما تتخبز. وبعد كده لو في زياده في الجناب هتبتدي تقطعيها، ما تخليش اي زياده خالص في الجناب. وهنبتدي نلفها بالراحه اهو. هتلفيها بالظبط زي السويس رول، شايفه اهي. طبعا زي ما قلت لكم احنا مش رشين لا دقيق ولا اي حاجه خالص على الرخامه. تبتدي بقى تفرديها بايديكي كده بشكل طولي عشان الاسطوانه بتاعتنا ما تكونش يعني سمكها عالي قوي. انا قسمتها نصين، هبتدي برضو افرد كل جزء لوحده كده. تمطي العجينه يعني بمعنى اصح تمطيها تخليها مفروده كلها سمك بعضها. وهنبتدي نسوي بقى بالسكينه ونبتدي نقطع. وعندك اكتر من طريقه تقطعي بيها، يعني احنا مثلا هنقطع كده العجين ونحطها على التانية ونبتدي ناخد نفس المقاس ونقطع بالشكل ده، شايفه؟ ده لو مش هتعرفي طبعا تظبطي ايدك في موضوع التقطيع اهو، عشان نخلي كل القطع قد بعضها. ما تخليش القطعه رفيعه قوي عشان ما تقعش منك في الصينيه. او ممكن تعمليها بايديكي برضو بالنظر بالشكل ده. لو الصينيه بتاعتك مظبوط يعني من تحت ارضيتها مظبوطه مش هتقع، ما تقلقيش.
هنجيب بقى بيضة بالشكل ده ونحط فيها ربع معلقة من الفانيليا، يا اما السايلة يا اما البودر المتوفر عندك. وهقولك دلوقتي طريقتين كمان اللي هي رش السمسم. طبعا هتجيبي البيض ده اساسي، يعني هتحطيه على كل القطع بتاعتك بالشكل ده. بس هقولك على طريقتين تعملي بيهم، يعني في طريقة منهم ان انت تدهني البيض على وش القطع بالشكل ده، ودي الطريقة اللي الناس كلها بتعملها وسهلة قوي، يعني الناس كلها بتعملها. بس مشكلتها ان هي بتهدر في السمسم، وكمان مشكلتها ان اللي بيكونش شكله كتير زي اللي بيتباع في الفران. فاحنا عشان نطلعه شكله حلو قوي زي اللي بيتباع جاهز، هوريكي دلوقتي الطريقة اللي تعملي بيها. انا وريتك طريقة السمسم اهو اللي بترشيه عليها، وهوريك الطريقة التانية اللي هي دي. طبعا السمسم انا كنت قلتلك تجيبي كوباية وقت ما كنا بنعجن العجينة وبنعمل التمر. بعد كده بقيت كمية الربع كيلو انا حمصتها عشان اعمل بيها الحركة اللي انا بعملها قدامكم بيها دي، ان انت تمسكي القطعة قطعة قطعة وتبتدي بقى تدهنيها او تحطيها في البيض بالشكل ده، البيض اللي عليه فانيليا. وبعدين تبتدي تشيليها زي ما انتوا شايفين. القطعة دي انا عاملاها بالسكينة شوية من على الوش كده عشان اعطيها شكل بس. وبعدين تبتدي تسقطيها تاني في السمسم وتضغطي عليها بالراحة من فوق، يعني تضغطي على القطع بالراحة كده من فوق. شايفين الصينية شكلها عامل ازاي؟ او السمسم يا جماعة لما بيتحمص في البيت بتضمني نظافته. وحاجة تانية كمان يعني بجد بيبقى ريحته جميلة دلوقتي جدا. خلاص احنا خلصنا الصينية بتاعتنا، هندخلها بقى الفرن دلوقتي على 200 درجة. هتحطيها في نص الفرن، تمام. وبعد ما تلاقيها اتحمرت من تحت هتاخد تقريبا تلت ساعة، تبتدي تشغلي عليها الشواية من فوق لمدة 6 دقايق 7 دقايق على حسب الشواية بتاعتك. ويا سلام لو عندك مروحة بقى تشغلي المروحة مع الشواية، هتعطيكي نتيجة احلى بكتير من اللي انت شايفاها دي كمان، لان المروحة بتوزع الحرارة بطريقة حلوة قوي. هوريكي بقى واحدة شكلها عامل ازاي من جوه. شايفة القطعة مقرمشة من بره وطرية قوي قوي من جوه وشكلها رائع. يا سلام عليها بقى وهي طالعة لسه من الفرن كده سخنة، جميلة تفتح النفس وريحتها مالية البيت. اتمنى ان انت تجربيها، حلوة قوي كمان للمدارس والمصايف، وان شاء الله تعجبكم. طبعا لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسونيش باللايك، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم.